السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو سوف نتحدث حول التقريب التآلفي. وش الفائدة من التقريب التآلفي هذا؟ طبعا في مثال رائع جدا. قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة إن لم تكونوا مشتركين، ولا تنسوا لمصالح دعائكم، ولا تنسوا كذلك الدعاء لوالد الكريم بالرحمة، جزاكم الله خيرا. طبعا عندنا التقريب التآلفي. مثال اف دالة معرفة ب اف لإكس يساوي إكس مربع ناقص 2. ادرس قابلية اشتقاق الدالة اف عند إكس 0 يساوي 1. كي تدرس قابلية الاشتقاق استنتج لي العدد المشتق، ولا استنتج لي اف فتحة لواحد. عين احسن تقريب تآلفي للدالة اف بجوار الواحد. ثالثا احسب اف ل 1.0003. تبع معايا مليح مليح. اولا دراسة قابلية اشتقاق الدالة اف عند اكس 0 يساوي 1. حنايا قانون قابلية الاشتقاق معروف، ليميت من اش يؤول الى صفر اف لإكس 0 زائد اش ناقص اف لإكس 0 على اش، ويساوي ليميت ما تنساوناش الولاد من اش يؤول الى صفر اف لواحد زائد اش لانه اكس 0 تاعنا يساوي 1 ناقص اف لواحد على اش، وتساوي لي ليميت من اش يؤول الى صفر اف لواحد زائد اش. نجي للدالة نعوض واحد زائد اش هنا، واحد زائد اش الكل مربع ناقص 2، يعني كل اكس نعوضو بواحد زائد اش ناقص اف لواحد نعوض واحد هنا، واحد مربع واحد، واحد ناقص 2 ناقص واحد صافي تولي ناقص واحد، حذاري ولاد من الاشاره على اش، وتساوي ليميت من اش يؤول الى صفر. هاي نعوضو واحد زائد اش مربع خدمة الطبيقه شيء رقم واحد مربع الاول زائد مربع الثاني زائد ضعف الاول في الثاني يعني زائد 2 اش ناقص 2 زائد 1 على اش، وتساوي لي ليميت من اش يؤول الى صفر. واش تعطيني؟ واحد مربع واحد، واحد زائد واحد 2، 2 ناقص 2 0. واش تبقى لنا؟ تبقى لنا اش مربع زائد 2 اش على اش، وتساوي ليميت من اش يؤول الى صفر. خرجوا لي اش كعامل مشترك منه، خي تبقى لي اش زائد 2 على اش، يروح اش مع اش. واش تبقى لنا؟ ليميت من اش يؤول الى صفر تاع اش زائد 2، اش يؤول الى صفر واش تبقى لنا؟ 2. اذا الدالة اف واش بها؟ قابلة للاشتقاق عند اكس 0 يساوي 1 وعددها المشتق يساوي 2. ونكتب اف فتحة لواحد يساوي 2. تفهمين الولاد؟ صح. عندي اف فتحة لواحد يساوي 2. من بعد الولاد عين احسن تقريب تآلفي. تعيين احسن تقريب تآلفي، لانه ولاد التقريب التآلفي هذا اكيد عنده فائده، فما كل جا ما عندوش فائده ما تقراوهاش نهائيا. تعيين احسن تقريب تآلفي للدالة اف بجوار اكس 0 يساوي 1. حنا بجوار الواحد يصبح يولي اف لإكس هذا يساوي معادلة المماس، معناتها اف فتحة لإكس 0 في إكس ناقص إكس 0 زائد اف لإكس 0. تفاهمين الولاد؟ يولي اف لإكس يساوي معادلة المماس. حنا الولاد إكس شوفوا معايا ملي عندي اش يخي هو إكس ناقص إكس 0 معروف، سما إكس هذا جيب ناقص إكس 0 من أخي يولي زائد إكس 0 صافي يولي إكس يساوي إكس 0 زائد اش. فاهمين؟ صافي تولي لنا هنايا اف لإكس 0 زائد اش يساوي اف فتحة لإكس 0 في إكس ناقص إكس 0 معناتها في اش زائد اف لإكس 0، يعني تساوي تبع معايا مليح مليح اف لإكس 0 يعني 1 زائد اش وش يساوي اف فتحة لإكس 0 يعني اف فتحة لواحد في اش زائد اف لواحد. فاهمين شغل املأ الفراغات. وتساوي لي اف فتحة لواحد شحال لقيناها 2 تولي 2 اش زائد اف لواحد. نجي نعوض الواحد هنا تعطيني ناقص واحد صافي هنا تولي زايد ناقص واحد، نحيو الزايد ونعوضو ناقص واحد. هاو احسن تقريب تآلفي. داكور؟
صافي اف لواحد زائد اش يساوي 2 اش ناقص واحد. الآن حساب اف لواحد فاصل صفر 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 3. تبع معايا مليح مليح. صافي اف لواحد فاصل صفر 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 3 يساوي اف لواحد زائد صفر فاصل صفر 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 3. صافي اف لواحد زائد اش، شوفوا هاو الاش عندنا شحال، وتساوي 2 في صفر فاصل صفر 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 3 ناقص واحد، وتساوي لي 2 كي نضربها هنايا اخي واش راح تمد يا الولاد؟ 2 كي نضربها واش تولي؟ صفر فاصل صفر 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 6 ناقص واحد. احسبوا لنا هذه بالآلة الحاسبة وحطوا لنا النتيجة. سما الفايدة تاع التقريب التآلفي في العرض ما تروح تهز هذا وتعوضوا في الدالة هنا، داكور؟ واش دير نتايا مباشرة تروح تعتمد على التقريب التآلفي وتحسبه يجيك بسيط جدا هنايا، داكور؟ هيا نشوفوا باللي نجيبوا الآلة الحاسبة ونشوفوا باللي بالقيمتي في كلتا الحالتين راح تعطيني نتيجة. شوفوا عندنا 0.3 أصفار 6 ناقص 1 راح تعطينا ناقص 0.9994. هاي الآن الأولاد راح نحسبوا، تبع معايا مليح، راح نحسبوا بهذه راح نحسبوا اف ل 1.0003. اف ل 1.0003 تساوي 1.0003 مربع ناقص 1، عفوا ناقص 2. ناقص 2 الأولاد باينة صح. نجيب الآلة الحاسبة، عندي 1.0003 مربع معايا، خدموا معايا، تساوي ونقصوا منها 2. عطاتني نفس النتيجة، ناقص 0.9994. فاهمين الولاد؟ هذه هي الفائده تاع التقريب التآلفي. درك ما تشوفش الداله هذه بسيطه، انا باش نقرب لك المعلومه فقط انايا فهم، مره خلاف الداله يعقدها لك، داكور؟ يعطيك داله جذريه، يعطيك داله كثير حدود من درجه ثالثه الى اخره. تمام. انا من الفيديو هذا حبيت نبسط لكم فقط التقريب التآلفي. تعلمنا قابليه الاشتقاق ودراسه قابليه الاشتقاق، وتعلمنا العدد المشتق، وتعلمنا التقريب التآلفي، وتعلمنا واش الفائده واش ندير بالتقريب التآلفي. درك يا الولاد مثلا انا كون نقول لك احسب اف ل 3.0001، واش راح دير هنايا؟ اسكو تروح تعوض مباشره هنا؟ لا الولاد، نعطيك زيرو كون تعوض، اك لازم تلقى لي الساع اف فتحه ل 3، داكور؟ لانه هنا تبع معايا مليح، هذه اف ل 3 زايد 0.001، شغل اف ل اكس 0 زايد اش، لازم تلقى لي الساع اف فتحه ل 3. سما تروح تدرس قابليه الاشتقاق عند 3 تلقى لي اف فتحه ل 3، كي تلقى لي اف فتحه ل 3 تجي تعوض هنا، متفاهمين؟ تجي تعوض هنا تولي اف ل اكس 0 يعني اف ل 3 زايد اش تساوي اف فتحه ل 3 في اش زايد اف ل 3، تلقى اف فتحه ل 3 تعوضها هنا تضربها في اش، زيد تحسب لي اف ل 3 وتعوضها هنا، ومن بعد تستنتج احسن تقريب تآلفي. حذر يا الاولاد، كل وحده وحدها. كاينه ثاني اولاد ملاحظه مهمه جدا في الاشتقاقيه، حذاري ثم حذاري. يقول لك ادرس يقول لك اعطيني العدد المشتق، اعطيني العدد المشتق، لازم تلاحظ ترتيب الاسئله. كي يقول لك اعطيني العدد المشتق، روح درس قابليه الاشتقاق واعطيه العدد المشتق، متفاهمين؟ مش تروح تشتق الداله وتحسب له، لانه الاشتقاق تاع الداله وتلقاه السؤال الثالث ولا الرابع، بصح قابليه الاشتقاق ولا يقول لك اعطيني العدد المشتق راح تلقاه السؤال الاول، ما تقدرش تجاوب على سؤال قبل سؤال. حذر يا ولاد من هذا الامر، لانه التلاميذ تاعنا يلقاها طايبه، يقول لك هذيك نروح نشتق الداله ونحسب له اف فتحه لي واحد. هنا الاستاذ راح يحاسبك ويعطيك الاصفار. هاي عيني يا الاولاد. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، ادعمونا في القناه هذه، وحنا بربي ان شاء الله نبارطاجيو لكم كم هائل من الفيديوهات. سلام.